من ضفتي البحر المتوسط جاءوا يحاولون إعادة رسم علاقة ظلت سطوة التاريخ تتحكم في أدق مصطلحاتها، رغم أن الاتحاد شعار اجتماعهم، إلا أن الخلافات حددت كل شيء هنا داخل القاعة. الإرهاب، نحن كلنا ندين الإرهاب ونريد أن نتحد ضد الإرهاب، ولكن لابد أن نعرف الإرهاب. القنبلة الذرية إرهاب، صواريخ العابر القارات إرهاب، حاملات الطائرات إرهاب، صندوق النقد الدولي إرهاب، سياسة المصرف الدولي إرهاب، قواعد منظمة التجارة العالمية إرهاب، القاعدة إرهاب. ذاك كلام يصك آذان الضيف الأوروبي بينما يطرب له كثيرون هنا، لكن القمة التأمت في النهاية رغم الهوة الواسعة بين مصطلحات القوم، إذ تبدو المصالح الأوروبية الإفريقية أكثر تداخلا اليوم لعوامل مثل الهجرة والعولمة. فإفريقيا تستورد أكثر من 30% من حاجاتها من دول أوروبية، بينما تستورد أوروبا بدورها 37% من إيراداتها من قارة لا تزال تعتبر بكرا رغم صولات المستعمر التاريخية فيها. مراقبون يرون أن القمة لن تطعم جائعا إفريقيا ولن ترضي نهما أوروبيا، فما ثم إلا المجاملة وأخواتها. ليست قمة ندية، وإنما هي قمة بين المستعمر والمستعمر، ولذلك فأوروبا دائما تخاطب إفريقيا على أساس أنها دونية، على أساس أنها مكان للاستعمار، مكان للاستفادة، مكان لنهب الثروات، ولا أتوقع منها أي شيء، أتوقع ضحكات بروتوكولية وانتهي الأمر. تلك الحقيقة المسكوت عنها إذن، لكن مجرد اجتماع زعماء أوروبا وإفريقيا تحت سقف واحد محاولين البحث عن أرضية مشتركة قائمة على الندية يشي بأن أدبيات القرن 21 قد تختلف كثيرا عن إملاءات القرن الماضي، أو هكذا يتمنى الضعفاء على الأقل. قمة يحاول زعماء ضفتي البحر الأبيض المتوسط أن تكون متحررة من سلطة التاريخ ومن مصطلحات اليد العليا واليد السفلى، لكن مداخلات الزعماء اليوم تشي بأن ذلك أمرا بعيد المنال. أحمد فارول الدين، الجزيرة، طرابلس.